اهلا بيكم في لايف تيست. النهارده معانا فيديو جديد، اكتشاف جديد، مغامرة جديدة وفاكهة عجيبة من الأراضي التايلاندية. فاكهة الدراجون، وبيسموها كده فاكهة التنين، علشان أول ما بتشوفها بتحس إن هي شكلها عجيب، جاية من كوكب تاني غير الأرض. ألوانها وشكلها من بره جميل، مديها رونق وحاجة مبهجة كده بالألوان الوردية مع الأخضر. مش هتصدقوا شكلها من جوه عامل ازاي، لازم نفتحها عشان نشوف الأناقة والشياكة بتاعتها. فتعالوا نكتشف أسرارها مع بعض. احنا في الأول هنفتحها كده. الله عليك، فاجئي المفاجآت الجميلة. واو، الشكل عامل ضجة. اللون الوردي اللي من بره ده، الشكل بصراحة خرافة. فتعالوا بقى نبتدي نقطع ونشوف وندوق مع بعض ايه الطعم عامل ازاي. ناخد مربع كده وندوق ونشوف الدنيا عاملة ازاي. مستعدين؟ واو، بجد بجد طعمها مسكر خفيف كده، خارج التوقعات. الفاكهة دي مليانة بالفيتامينات، ومش بس كده، هي مضادة للأكسدة وصحية جدا، وبيستخدموها في حاجات كتير في الناس اللي عندها مرضى السكر، والناس دي بتاخدها. لو انت ما جربتهاش بجد تستاهل انك تجربها. وفي فواكه كتير تانية مش حلوة قوي زي دي، لكن دي تستحق ان انت تجربها. ولو في فاكهة تانية انت جربتها نفسك ان احنا نجربها مع بعض هنا، اكتب لنا في التعليقات. ولو انت جربت الدراجون بكتب لنا ايه رأيك فيها. وما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، واستنونا في فيديوهات تانية جديدة وعجيبة، ونوعدكم بكل ما هو جديد.